النهارده هنتعلم ازاي نقص كول سبور. الكول دي ممكن نستخدمها في البلوزات في الشميزات. ده انا معايا شميز قصاع وناقص الكولا. الاول لازم نعرف ايه هي الطريقه الصحيحه اللي احنا ناخد بيها مقاس الكولا. الطريقه الصحيحه ان انا احط المرد على المرد بالشكل ده وامسك الشميز بتاعي من عند خط منتصف الخلفي. الخط ده اسمه خط منتصف الخلفي، يعني نص الظهر بالظبط، وهنا كده المرد على المرد، واحط المزوره رقم 1 على بدايه المرد كده واشد المزوره. ليه بقى اشد المزوره واشد الشميز معايا؟ لان الحته دي اللي هي عند الكتف ممكن تلاقيها تنزل منك احيانا كده، وخاصه لو القماشه مطاطه، فانا لازم اشد كده عشان يطلع الرقم صحيح، عشان مش بعد ما اعمل الكولا واطبقها على الفازلين واخيطها اجي اركبها الاقيها ناقصه سنتي. فانا بشد كده الجزء اللي تحت بشده، وبشد معاه المزوره علشان الخط ده يطلع مفرود. فالرقم عندي هنا 27 كده. دي احنا خلاص خدنا المقاس. هاجي بعد كده اعمل التصميم بتاع الكولا على الفازلين. الفازلين فايدته ان هو يخلي الكولا منشيه، يعني واقفه كده فتبقى زي الجاهز بالظبط. الفازلين معايا هنا طبقته على طبقتين ناحيه المتني على الشمال، اهو اليمين هنا مفتوح، الشمال هنا متني. هبتدي شغل من الناحيه الشمال. احط رقم 1 كده وهقيس 27. 27 ده يعتبر نص مقاس الكولا او نص حردة الرقبة الخلفية والامامية معا. هاجي عند 27 واحط علامة واجيب دبوس واحط دبوس هنا عند ناحية المتن. كده انا من ناحيه المتن لحد هنا قست نص مقاس الكولا اللي هو 27. بعدين هشوف ارتفاع الكولا اللي انا عايزاه. ممكن اعمل الارتفاع 10 سنتي كده. خدنا من الناحيه اليمين اهو 10 سنتي، وهاجي من هنا كده هاخد 8 سنتي. يبقى هنا عملنا كام؟ 10، هنا عملنا 8 سنتي. ممكن اعمل هنا 9 وهنا 7، لو عملت هنا 12 يبقى هنا 10. المهم يكون في فرق 2 سنتي بين الناحيه الشمال واليمين، لان الكول سبور مش ليها مقاس ثابت. انا قلت ده المقاس المناسب الشميز اللي معايا، لكن مش بالضروره ان انا دايما اعمل 10 و8، ممكن اعمل 7 و9. وهوصل، احط الرجه بالشكل ده، وهوصل من النقطة دي اللي هي نهاية 10 لحد نهاية 8. انزل لتحت شوية كده. احنا رسمنا الكولا بطريقة بسيطة جدا. بعد كده محتاجة ان انا اعمل 1 سنتي خياطة. اطلع لبره شوية واخد 1 سنتي. هاجي من الناحية دي وهقيس 1 سنتي برضو. يبقى انا خدت خياطة 1 سنتي خياطة اللي هو من ناحية اليمين ومن فوق، بس ما باخدش خياطة من تحت. ليه؟ لان الارتفاع ده يكفيني ان انا اخيط من تحت، معمول حساب الخياطة اللي من تحت. هاجي اقص، خلي بالي وانا بقص، لو انا قصيت كده مباشرة بصوا الفازلين بيعمل ايه؟ هيطلعوا الطبقة اللي فوق غير اللي تحت، ممكن تطلع اللي فوق اكبر او اللي تحت اكبر. فالافضل ان انا اظبط الفازلين على بعضيه، احط الاتنين على بعض بالظبط. دبوس يا استاذه. واحط دبوس من ناحيه اليمين ودبوس من ناحيه الشمال عشان لما اجي اقص يطلع الكولا الناحيتين زي بعض بالظبط. هشيل باقي الفازلين واشيل الدبابيس وابتدي اطبق على المكوى الكولا بتاعتي
على الباقي من القماش اللي عندي. ده الباقي بتاع قماش الشميز هطبع بالمكوى واوريكم بعد كده الخياطه.